عليكم، وحشتوني حبايبي. صباح الخير او مساء الخير، وحشتوني جدا جدا. موضوعنا النهارده بيشغل ناس كتير خالص، خصوصا لو اتنين كانوا بيحبوا بعض وكل واحد افترق وراح لمكان. بس قبل ما نبدأ، الناس اللي لسه ما شرفونيش بالاشتراك اتمنى ان هم يشتركوا في القناة، واللي مش عارف يشترك ازاي، في مستطيل احمر تحت الفيديو بصوا عليه كده اللي انتم مشغلينه، مكتوب جواه سبسكرايب، تضغط عليه بتبقى اشتركت، وجنبه علامة الجرس تضغط عليها بتوصلك اشعارات بكل الفيديوهات اول باول. الموضوع ده بيحصل ازاي؟ بصوا حبايبي، احنا بتطلع من جوانا طاقة كلنا. الطاقة دي بتخلينا دايما، وعلى فكرة ده مفروغ منه، معروف علميا ان احنا كلنا كده بنتواصل مع بعض عن طريق طاقتنا والاشارات اللي بتطلع مننا، فاحنا في حالة تواصل دائم. التواصل ده بيزيد قوي او بينقص قوي حسب مستوى العلاقة بيني وبين الاشخاص اللي بيحصل بيني وبينهم تواصل، خصوصا لو في اتنين كانوا بيحبوا بعض قوي وافترقوا، كل واحد راح في مكان، ما بقوش عارفين عن بعض اي حاجة. انا ازاي اقدر اعرف ان الشخص ده مازال بيفكر فيا؟ هديكم 6-7 اشارات للموضوع ده. يعني مثلا لو انت لقيت نفسك وانت قاعد فجأة من غير اي مقدمات، يعني مثلا احنا في حاجة في علم النفس اسمها الارتباط الشرطي، مثلا شميت ريحة برفان معين فافتكر مكان او افتكر شخص معين، شفت وردة، اكلت اكلة، شميت ريحة معينة، رحت المكان معين بفتكر شخص، ده عادي. لكن لو بدون اي مقدمات شرطية تفكرني بالشخص ده، ولقيت نفسي ان انا فجأة اقتحم تفكيري وانا في عز انشغالي، بشتغل منهمكة جدا في شغل معين، بذاكر لولادي، بطبخ، انا دماغي منهمكة جدا، والاقيه فجأة كل حاجة استوب، وده حاضر في دماغي بكل كيانه، اعرف ان الشخص ده بيفكر فيا. وفي اخر الفيديو انا هعرفكم اذا كانت، هل انا كمان هعرف هو بيفكر فيا بشكل سلبي ولا بشكل ايجابي، وهقول لكم ازاي. لو انا الاشاره التانية، لو انا حلمت بيه اكتر من مره، حصلت احلام متكرره لنفس الشخص ده، اعرف ان انا مباشره بدور في ذهن الشخص ده وبيفكر فيا. الاشاره الثالثه والاصعب بقى، ان انا لو انا حلمت بيه ولقيت نفسي صحيت من الحلم والشخص ده في دماغي، اعرف انه بيفكر فيا بعمق لدرجه انه ارسل اشارات لعقلي اللاواعي صحتني من النوم وبقى صعب عليا ان انا انام. لو انا الاشاره الرابعه، لو انا حسيت بطنين في اذني مصاحب لمشاعر معينه تجاه شخص معين، اعرف ان هو في الوقت ده انا بيفكر فيا بعمق وبيرسل لي اشارات على شكل طاقه حصل وان انا استقبلتها في عقلي اللاواعي. طيب الاشاره نمره 5، اعتقد لو انت تلاقيه كده فجاه من غير مقدمات، كل ما تقابل حد يقولك ازاي فلان، اخباره ايه، كل ما تقابل حد الله، ومن غير اي مقدمات. طب ما هم عارفين ان احنا علاقتنا انتهت، عارفين ان احنا ما بقيناش نكلم بعض، بيجيبوا لي سيرته ليه؟ الانسان ده بيفكر فيك لدرجة ان هو بيبعت اشارات للناس اللي حواليك علشان يفكروك بيه. تخيلوا لدرجة ايه؟ طيب ايه تاني؟ انا من الاشارات اللي ممكن تجيب لي حالة ذهول، ان انا ممكن احس ان الشخص موجود في المكان اللي انا فيه بكامل طاقته، كأني لابسني. ايه ده؟ موجود. شوف بيفكر فيك لهذه الدرجة من العمق، ان كل طاقته اللامرئية متواجدة في المحيط بتاعك. انتوا متخيلين؟ طيب انا اعرف ازاي ان الانسان ده بيفكر فيا بشكل ايجابي او بشكل سلبي؟ لو انا حصل لي بعد اي اشارة من الاشارات دول احساس بالراحة والطمأنينة والحب اللي هو مغاير مختلف عن الحالة الاساسية اللي انا كنت فيها في اللحظة دي، اعرف ان الشخص ده بيفكر فيك بشكل ايجابي. طب لو انا حسيت بمشاعر سلبية ما كانتش موجودة بعد ما خطر هذا الشخص في بالي او حصلت اشارة من الاشارات دي، اعرف مباشرة انه بيفكر فيك بشكل سلبي. تمام؟ تهيألي كده الترمومتر بتاعنا بقى موجود، فسهل ان احنا نفهم. ونورتوني حبايبي واهلا بكم. السلام عليكم.